بسم الله الرحمن الرحيم. في الفترة اللي فاتت دي ابتديت ألاحظ وبتزيد قوي إن الناس مستعجلة قوي يعني. لو أنا مثلا نزلت فيديو مدته 3 دقايق، 3 دقايق بيتكلم عن آية في القرآن اللي هي ممكن أصلا الواحد ممكن يقعد فيها أسابيع، ده أنت كلام ربنا يعني. بيتكلم عن بيشارك خبرة، بيشارك معلومة إزاي تدير عقلك، إزاي تدير قلبك، إزاي تدير نفسك. آه، الناس عايزه رؤوس المواضيع بسرعه، اختصر. طب انت وراك ايه؟ هو ما وراهوش حاجه. الشخص المستعجل ده هو ما وراهوش حاجه. ربنا دي صفه مذمومه اصلا الاستعجال، لان ربنا بيقول وكان الانسان عجولا. صفه مذمومه ربنا ما بيحبهاش اصلا. صفه فيها تسرع، لان الانسان اللي بيتسرع بيعمل حاجه بسرعه هو دايما بيقع في مشاكل. اقل حاجه حاجته بتقع من ايده، بيتكعبل كتير وكده لانه متسرع، لانه مستعجل. بيفوت على نفسه فرص كويسه جدا ان هو يستفاد وكده. ليه؟ لانه ما عندوش خلق. خلي بالك بقى ان البلاتفورمز دي اللي انت قاعد شغال عليها سكرولينج طول اليوم، هي بتبرمج دماغك ان انت ما يبقاش عندك وقت، تحس ان انت مفيش وقت، انت عايز تجري بسرعه، فصباعك شغال قاعد بتسكرول في الفيديوز فما بتستفادش حاجه خالص، بسبب ان انت في حاجه تانية عايز تشوفها، وتروح للحاجه التانيه تلاقي حاجه تانيه عايز تشوفها، فما بتقعدش اصلا تتفرج على حاجه. طبعا ده ممكن يعمل لك مشاكل في شغلك، لان انت في شغلك اكيد بيطلع ما فيش كواليتي. اللي مستعجل ده ما بيطلعش كواليتي. اللي مستعجل ده ما بيعرفش يذاكر. اللي مستعجل ده ما بيعرفش يسمع اصلا، ما بيعرفش يتعامل مع الناس، ما بيعرفش يقعد في مكان ويستقر، هو على طول وراه حاجة وعايز بيجري ورا حاجة، فانت قاعد بتجري بتجري بتجري، فالشيطان عمل فيك التركة. خلي بالك بقى، لان هو بيقول ايه؟ ثم لآتينهم من بين ايديهم، هيجي لك في الحاضر، هو عايز يجي في الحاضر، وعايزك ما تبقاش واعي للقطة اللي انت فيها دلوقتي، لان اللقطة اللي انت فيها دلوقتي هي دي كل حاجة. ربنا في الحاضر دلوقتي، معاك دلوقتي، مش في افكار الماضي ولا في افكار المستقبل. هو بيقول لك بلى من اسلم وجهه لله دلوقتي، في اللحظة دي. فاللحظة دي لو انت فيها كونكتد، متصل بربنا بعقلك وبقلبك ومركز تماما، فانت عرفت تكسب فيها كل حاجة. بس فكرة ان انت مستعجل دي مشكلة كبيرة جدا، وهتخليك حياتك هتعدي وانت ما استفدتش بأي حاجة. لازم الهدوء. آه، فخلي بالك جدا من الموضوع ده، وافتكر دايما لما تحس ان انت، لا انت عايز تعمل حاجة تانية بسرعة، عايز تعمل حاجة تانية بسرعة، مالكش خلق، تعرف ان انت كده عندك مشكلة. الصفة اللي ربنا ما بيحبهاش، وكان الإنسان عجولا. فاستخدم دايما الآية والله يحب الصابرين. ربنا بيحب الناس الصابرين، مش يعني ابتلاءات بس، الصابرين يعني تبقى هادي وعندك خشوع وبتعمل كل حاجة بالراحة وبتركيز، ما تستعجلش خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.